السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى احنا داخل على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وعايزين بقى نعمل شويه فول كده مدمسين يكونوا محترمين، بدل ما كل شويه نقول له انزل يا فلان هات لنا فول ودينا، وفي الاخر ما بيدوناش فول، بيدونا معلقتين فول والباقي ميه. والكيس دلوقتي او العلبه من 10 ل 15 جنيه، ما بتكفيش حد. طبعا الراعي الرسمي بتاعنا في رمضان الفول، اللي بياخد منه معلقتين كده يكونوا محترمين بيقفل معاه اليوم كله. فاحنا ان شاء الله هنعمل طريقه الفول النهارده بطريقه كويسه. هترمي معانا كميه كبيره. احنا معانا كيلو من الفول، هنحط عليه كوبايه من الفول المدشوش. هنحط كوبايه قيمه ربع كيلو كده او اقل من الفول المدشوش. بس اهم حاجه في الفول الصحي بتاعنا يكون الحبايه بتاعته حلوه كده، علشان بتبقى معانا مزبده كده زبده. حطينا عليه الفول المدشوش وهنقلبهم في بعضيهم. احنا هننقعهم مع بعض كده كوكتيل مع بعض، بدل ما ننقع ده لوحده وده لوحده. بس اهم حاجه تكوني باصه فيه ومنضفاه كويس، اللي احسن اللي هو بيبقى جايبه من بره بيبقى فيه زلطه فيه بتاع، لا احنا بننضفه كويس وبنشوفه. هناخده بقى نغسله في الميه غسله كويسه قوي. انا اخدت الفول بتاعي غسلته غسله كويسه تحت الحنفيه كذا مره. طبعا احنا هنزود الميه بزياده شويه، لان الفول بيشرب الميه وبحجمه بيتضاعف، عشان ما ينشفش مننا بالليل واحنا مش شايفينه. احنا لازم ننقعه من بالليل للصبح. دي خطوه مهمه جدا في عمايل الفول، عشان بتسهل عنا التسويه، ما بيقعدش فتره طويله يستوي. لان احنا زي ما احنا عارفين ان الفول بياخد وقت في السوا. فاحنا دلوقتي نقعناه، هننقعه من بالليل للصبح. هنعمل النهارده خطواتنا فيها اسرار كتيره، هتخلي الفول معانا كهرمان. ان شاء الله هيعجبكم جدا ومش هتبطلوا عمايله. طبعا احنا هنجهزه قبل رمضان ونحطه في التلاجة في الفريزر، يبقى جاهز معانا لوقت الاستخدام، من ضمن التفريزات بتاعتنا اللي احنا هنفرزه. نشوفه بقى، نسيبه من بالليل للصبح كده ونشوف حجمه تضاعف وهنعمل فيه ايه. كده يا حبايبي بعد ما نقعناه من بالليل للصبح، شايفين الطبق اتملى ازاي؟ الحجم تضاعف جدا. كان الطبق نصه او اقل من نصه، ما شاء الله بقى مليان ازاي، والفولايه نفشت وبقت جميله. هناخدها بقى نغسلها غسله كويسه تاني. ده الفول المدشوش استوى خالص معانا اهو، وده الفول اللي هو الصحيح. شايفين القشره بدات تفك منه كده، دليل ان هو اتنقع كويس عشان ما ياخدش منا وقت في السوا كتير. هناخده بقى عشان البقوليات بتبقى مطلعه غازات وفقاقيع كده، هناخده نغسله على الحنفيه تاني غسله كده نضيفه قبل ما بنضيف له مكوناتنا. طبعا احنا هنعمله مع بعض النهارده في الحله، عشان مش كل البيوت فيها الفواله. فاحنا النهارده هنعمله في الحله، وان شاء الله هيطلع زي الفواله بالظبط. بس اهم حاجه تكون حله غويطه علشان نزود ميه كتير. هننزل بقى بالفول بتاعنا في الحله. بسم الله. نزلنا بكميه الفول، يعني نصها فول، علشان نحط ميه كفايه تقدر تستوي فيها زي ما احنا شايفين كده. اللي عنده فواله بقى يعمل. اول حاجه هنحط في مكوناتنا بقى، احنا بشر مش هنحط له اي لون زي بتوع المحلات ولا الكلام ده، لا احنا هنعمل ان شاء الله يطلع لونه كهرمان معانا وبمكونات طبيعيه في البيت. هنحط اول حاجه جزرايه مبشوره، نبشر جزرايه ونحطها. ان شاء الله الكميه بتتضاعف معانا وبيدينا كميه هايله جدا. ادي اول حاجه الجزرايه المبشوره. وهنبشر طماطمايه زي ما احنا شايفين كده. ونجيب كوبايه عدس اصفر، ننزل برضو بيها كده. ان شاء الله الفول ده هيعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوه. وهنجيب معانا ليمونه، هنحطها صحيحه، بس هنخرمها كده بالشوكه او بالسكينه، بتفرق قوي معانا في كده. مش هنقطعها، بس هنخرمها كده بالشوكه او بالسكينه، وهنحطها بحله صحيحه كده. بعد كده بقى هنحط المكونات بتاعتنا بقى السحريه، دي اللي هتخلي لون الفول كهرمان كده وحاجه حلوه قوي. ده المكون السحري معانا، السكر، معلقه سكر بتديله لون مكرمل كده وتحفه. وهنحط مع نص معلقه كركم ومعلقه بابريكا. يبقى احنا كده الواننا كلها طبيعيه، مفيش حاجه صناعيه زي اللي بيحطوه في المحلات.
الخطوه المهمه جدا معلقه السكر دي هتكرمله وتخلي لونه حلو قوي، ومعلقه البابريكا، ومعلقه نص معلقه الكركم. بس كده. هنجيب بقى اهم حاجه عندنا، لازم نحط الكون الميه سخنه من الكاتل. هنضيف معايا الميه السخنه، شايفين من الكاتل بتتكتك. بسم الله. لازم الميه تكون مغطيه معانا الفول كله. انا هجيب تاني ميه وازود. انا كده الحله بتاعتي بقت مليانه ميه عشان ما يكشفش عليه في الاول. نديله تقليبه كده في المكونات بتاعتنا. بعد كده ما خلصناه وظبطناه هنجيب بقى ورق الفويل عشان نحكمه كويس قوي، لان احنا مش عاملينه بفواله، فاحنا عايزين البخار بتاعه يبقى محكم جدا وما يدخلوش اي هوا، عشان الطريقه تبقى ناجحه معانا والفول بتاعنا ايه ناجح. هنقفل عليه كويس ورقه الفويل كده، مش عايزين نديله اي مساحه للهواء يدخله. بس انا هعمل كده بحرف عشان ايه اعمل حساب الغطا. زي ما احنا شايفين كده نقفل عليه كويس علشان مفيش اي هواء يدخله والفول يسمر مننا او يجرمر، يبقى حبايته ناشفه كده ومش مستويه. بس حاجات اهي بكل سهوله، ما خدتش مننا اي وقت ولا اي مجهود. وهنجيب الغطا بتاعنا نحكمه كده ونغطيه. انا عملت لها الحرف بتاعها علشان عملت حساب الغطا. هناخده بقى على النار. خدته يا حبايب قلبي على النار اهوت، حطيته. اول ما احطه على نار عاليه، وهجيب اي حاجه تقيله كده زي مثلا طاجن، هون، اي حاجه تكون تقيله، واغطي بيها الغطا كده علشان الغطا ما يلعبش ولا يتحرك، على قد ما نقدر نحكم النار زي ما احنا شايفين كده. هنحطه على النار اول ما عاليه لحد ما ياخد اول غلوه، وبعد ما ياخد اول غلوه نبدا نوطي عليه النار سهريه. لو لما توطي يعني في بوتاجازات بتبقى حتى وانت موطيه عاليه، لا ممكن نحط الشياطه. لو النار بتاعتك عاليه نحط شياطه ونوطي عليه خالص. ان شاء الله قيمه 3 ساعات، 3 ونص كده 4 هيكون استوى. على بال ما يستوي وياخد، لان في فول من نوعيه بيفرق في السوا. هنشوف ان شاء الله الوقت بتاعنا هيبقى قد ايه ونقول لما يستوي ان شاء الله. فكده خطواتنا مظبوطه وتمام. تمام. اهم حاجه الخطوات البسيطه دي بورق الفويل، ونحكمه كويس جدا لان احنا مش عاملينه في فواله، ونحط على الغطا تقل، ونغطي بقى النار. اول ما ياخد غلوه زي ما احنا متفقين بنأكد تاني على الكلام، نوطي عليه زي السهرية عشان ما يفرش ويبهدل لنا الدنيا. تمام كده. تمام كده يا حبايبي. احنا ما فتحناش عليه خالص من ساعه ما حطيناه على النار، من ساعه ما حطينا التقل والحل على النار. احنا مش نبدأ بقى نفتحه مع بعضينا كده ونبص عليه. لو استوى يبقى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من ساعه ما ولعت عليه وعملته زي السهرية ما فتحتش عليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. تبارك الرحمن. ما شاء الله. شايفين لونه كهرمان ومستوي. هو سخن جدا على النار. الله اكبر. شايفين ما شاء الله. ده بقى الفول اللي بجد، مش اللي احنا بنجيبه شويه الميه اللي من المحلات. شوفوا زبده ولا نشف ولا اي حاجه. الرموله بتاعتنا استوت. هنشيلها زي ما هي بحالها كده وهنشيلها بقى. شايفين ما شاء الله لونه تحفه. كله على الطبيعه من تحت زي من فوق. ايه رايكم بقى في النتيجه الحلوه دي؟ ما شاء الله. شايفين الكميه الحله قد ايه؟ لا انا عاجبني قوي صراحه. طعمه تحفه. زبده كده. هنجيب بقى طبق ونغرفه. انا كده طفيت على النار بقى نطفي عليه. انا حبيت اوريلكم بقى وهو على النار بيبقبق لسه معانا، وكشفناه مع بعض سوا.
ناخد بقى كبشه كده نغرفها عشان هنعمله بقى معاكم. فين بسم الله ما شاء الله، لونه تحفه واستوى بقى تحفه. شوفوا مش محتاج حاجه، يدوب بالشوكه. اخده بقى اهرس الطبق الفول دوت ونظبطه بقى بالزيت والليمون مع بعضينا. ودوت بقى مش هنحطه في اكياس، لان الغلطه اللي احنا بنعملها من بتاع المحلات ان بنحطه في الكيس وهو سخن. نسيبه يبرد عشان نغرفه مع بعض بقى ونخزنه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هنهرس بقى مع بعض شويه الفول دوت نملحه بقى مع بعض. هنحط له الملح والكمون ونقلبهم مع بعضيهم كده. ناخد بقى ليمونيه تكون كبيره، لازم نعمل فول النهارده بمزاج. نعصر لنا ليمونه كبيره يكون فيها ميه كده، انا بحب اول مزازه الليمون في الفول. وهنقلبهم مع بعض. نشيل بقى البذرتين اللي وقعوا من الليمون دوت غصب عننا. بص احنا لازم نبدأ النهارده في طبق الفول بتاعنا. طالما عملنا الحاجة ووقفنا وتعبنا وكلفنا لازم نعملها مظبوطة. والله يا جماعة عجبكم جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي. وان شاء الله لما تجربوه مش هتسيبوه لا في رمضان ولا غير رمضان، وتعتمدوا الطريقة دي على طول مش هتسيبوه. انا عملت بقى الطحينة عادي، حطيتها بس في الكيس كده عشان ازوقه بيها. طعمه تحفة جدا بالطحينة. يبقى احنا حطينا له الليمون والملح والكمون ودلوقتي الطحينة. برضو لو عندك زيت زيتون، انا احط زيت زيتون، انا بحب قوي زيت الزيتون. عندك زيت ذرة ماشي حط عادي. حط له معلقتين 3 زيت زيتون. لما بنزود في الزيت الزيتون ما بيبقاش فيه ضرر ولا حاجة، لكن لو زيت الذرة كفاية معلقة من على الوش كده عشان ما يبقاش برضو دسم ولا اي حاجة. برضو الفلفل الحراق بيخلي طعمه حلو جدا. لو بتحب الحاجة حراقة برضو بفلفل كده اخضر واحمر. العين بتاكل قبل البق. ده عود بقدونس كده برضو، ده لزوم الشكل بس. الفلفل الحراق بيخليه حلو جدا. لو انت ما بتحبيش الحراق ممكن تحط له فلفل بارد، بيبقى طعمه حلو جدا. طبق الفول دوت بجد بجد هيعجبكم جدا باذن الله. انا بقى بحب نزوقه بقى بالفلفل بتاعنا. لازم نبقى مختلفين عن الغير. تحط طبق الفول كده شكله يفتح النفس. ايه رايكم بقى في الطبق السكر ده؟ بجد طبق سكره ما شاء الله جميل جدا. انا كده استنيت الفول بتاعي برد تماما. هنجيب بقى كيس التلاجة العاديه دي. بسم الله ما شاء الله، شايفينه لونه تحفه. لا وتقيل، يعني عايزه تزوديه بقى ميه زودي، لان هو ما شاء الله فول صافي. عايزه تشيليه بقى كده وبعد كده اما تيجي تضربيه تصفيه ماشي. هنبدا بقى نعبي مثلا، كل واحد بقى عارف هو بياكل فول قد ايه يبدا. بس خلي بالكم عشان ده مركز جدا، يعني الكبشتين كفايه قوي عشان احنا لسه هنزوده. يعني وانت بتعمليه تزوديه شويه ميه. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي في الكيس؟ تحفه. احنا كده يا حبايبي برضو كيسنا الفول معانا بعد ما خلصنا الطبق. شوفوا ما شاء الله رمى معانا كيس كتيره جدا، والفول ده صافي مفيهوش اي ميه. والمفروض لما نيجي نعمله نزوده شويه ميه لانه جاي يعني دسم. هندوق بقى مع بعض الطعم بقى مش قادره اقول لكم تحفه. والله العظيم تحفه وهيعجبكم بجد جدا. فاوعوا تفوتوا الطريقه دي، تعملوه بجد هيوفر لكم كتير وهيتعبكم، يعني هيفيدكم طول شهر رمضان. وبرضو غير شهر رمضان بيبقى حلو جدا في الفطار، تطلعيه بجد حلو جدا. متنسوش بقى اللايك تفعيل زر الجرس وعايزين لايكات بقى كبيرة للقناة عشان تكبر ان شاء الله. بحبكم في الله. في فيديو جديد ان شاء الله ونفيدكم ونعمل حاجات موفرة للبيت. سلام عليكم.